بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين الاعزاء، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا وجبه سمك برز الصياديه. طبعا السمك ده جميل جدا ومفيد لينا ومفيد لاجسامنا طبعا وتغيير، ونحب نفصل يعني ما بين لحمه فراخ. نعمل وجبه سمك طبعا بتبقى تغيير، وغير كده ان هو طبعا السمك مطلوب يعني لا غنى عنه. انا هنا عملت طبعا عدد بصلة كبيرة مع تقريبا كيلو طماطم، وقلبت البصل وحطيت معاهم 2 فلفل سبايسي مع البصل، طحنتهم في الكبة قلبتهم، وحطيت عصير الطماطم وسبتهم يغلوا معايا. وبعد كده نزلت عليهم بمعلقة صويا صوص وتبلتهم طبعا كمون، بابريكا، طبعا ملح وفلفل، الحاجات دي اللي هي تتبيلة السمك، وسبتهم ويعني غليوا. وبعد كده حطيت الرز فيهم وسبتهم يستووا. معروف يعني عادي، هو سهل جدا. وهنا بقى تتبيلة السمك، انا مش هعمل دقيق واعفر الدنيا معايا واعمل طبق للدقيق ومش عارفة التتبيلة، لا انا بحط كله على بعضه. هي طريقة سهلة ومختصرة، وكمان ما تاخدش عندي مساحة وتعفر الدنيا دي والكلام ده. انا بحط كله زي ما حضراتكم شايفين كده. شوية مية بحط فيهم معلقتين 3 دقيق لغاية ما يعني المية تبقى متربطة معايا شوية. وبعد كده بتبل بكل انواع البهارات اللي انا محتاجاها، كركم، ملح، فلفل، كمون، طبعا كاري، بابريكا. كنت طحنة عندي ورق اللورة، بحب اطحنه جدا وبحطه في التتبيلات اللي زي كده، بيبقى له طعم جميل طبعا. حتة شطة صغيرة، يعني على حسب ما انا محتاجة التتبيلة قد ايه. فهنا انا طبعا خلصت من كل المكونات دي عندي اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. وطبعا نزلت بالسمك ده، سمك بياض، وحطيتهم لمدة ساعتين او نص ساعة ايا كان الوقت عادي، من يعني تقريبا من نص ساعة لساعة لساعتين. كل ما قعد في التتبيلة طبعا انتوا عارفين بيبقى طعم الحاجة اجمل واحلى، وبتشرب من التتبيلة وبتاخد لون وطعم. كده طبعا جهزوا معايا. طبعا لازم اغطيهم واحطهم في التلاجة. فانا كده هغطيهم طبعا واسيبهم. انا قعدتهم عندي تقريبا كان قبل الفطار بساعتين، قعدوا ساعتين تقريبا في التلاجة. وبعد كده طبعا خرجتهم من التلاجة، وكان عندي زيت طبعا على النار. بحب انا طبعا اي حاجة اقليها يعني بفضل ان انا اقلي في حلة زي كده عن الطاسة، لان الطاسة بتعمل لي طرطشة وبتبوظ الدنيا بصراحة. في حلة زي كده بالغطا بتاعها ما بيخليش الدنيا تبقع معايا بالزيت وطرطشة. طبعا وبضيف قليل من الملح، في يعني زي نص معلقة الشاي ملح في الزيت، ده بيساعد برضو على عدم الفرقعة للزيت والطرطشة، وبيدي برضو طعم حلو مع الحاجة، بيخليها مبهرة كده وحلو. هنا طبعا انا نزلت بالسمك زي كده استوى واتقلى من الجنبين، وبقى منظره طبعا جميل مقرمش جدا. وكانوا عندي 2 سمكة زي ما كده بولتي برضو زودت بيهم، لان كان جايلي ضيوف وكده، فطبعا زودت عندي مع السمك البياض. وده الرز جميل جدا وبيبقى طعم قوي، والخلطة جميلة، وسلطة الطحينة، وما شاء الله اللهم بارك. الف هنا وشفا للي جرب.